بطولة. أرحب بضيفي الكريمين المدرب الوطني عدنان العوض، أهلا بك، شرفت بحضورك، والصحفي الرياضي في صحيفة الرأي الأستاذ وليد الدولي، أهلا بك، شرفت. أهلا بك وبكافة السادة المشاهدين. طيب أبدأ منك أستاذ عدنان. الحقيقة احنا شفنا مجموعة من الأخطاء التحكيمية وكان آخرها خطأ أمس الواضح والصريح بالتسلل اللي احتسب هدف للفيصلي، هدف عفوا للترجي على الفيصلي. هذه الأخطاء التحكيمية، إذا ما ذكرنا أن هناك العديد من الأخطاء التحكيمية في هذه البطولة، هل نتحامل على التحكيم؟ هل نحمله أكثر ما يحتمل؟ لا احنا ما بنتحمل، بالعكس هي البطولة فنيا نجحت بس تحكيميا فشلت. إذا كل مباراة في خطأ تحكيمي، كل مباراة في خطأ تحكيمي بكلفك خسارة المباراة أو الخروج من البطولة. يعني خطأ امبارح هو الخطأ الأكبر. الخطأ الأكبر إنه الحكم بالبداية داخل الملعب، أنت حكم مش طبيب إنه تقرر اللاعب بحاجة لعلاج أو لا. مجرد ما اللاعب على الأرض أنت نازل تتحكم بعدل. اللاعب على الأرض معناته الفريق من 11 لاعب عم بيلعب ب 10 لاعبين، كنت موقف اللاعب، هو وقف اللاعب معناته لازم ينزل المعالج او الطبيب يعالج هذا اللاعب. كمل المباراه. والدليل انه حكم الرايه، حتى حكم الرايه ما لحق اللاعب، انه مش قصده انه ما يحسب تسلل، بس موقعه بالملعب ما كان مسيطر. هو لازم يكون مع اخر لاعب. لما كمل مجريات اللعب حكم الرايه ما عم بلحق. انت بتعرف كلاعب، اللاعب اكيد اسرع من الحكم داخل الملعب. حكم الراي ما كان ماخذ موقعه الصحيح. نعم. وسجلوا هدف تسلل. يعني خطأ امبارح هو كان طامة كبرى للبطولة العربية، اللي بيخسر فريق لقب. يعني انت عم فريق عمل كل شيء بالبطولة فنيا، اداء ممتع. يعني ما عم نحكي نتائج اجت نتائج وليدة الصدفه، بالعكس الفريق منظم جدا. كان فريق النادي الفيصلي كان الاقرب لاحراز اللقب، تكون خسران بهدفين مقابل لا شيء وترجع للمباراه وتتعادل. ومعنويات لاعبينا كانت اعلى كثير من لاعبي الترجي التونسي بعد ما صارت النتيجه 2-2. بخطأ تحكيمي بصراحه خلى البطوله تفشل. يعني كان ممكن البطولة تطلع بمنظر أرقى من هيك وأحسن من هيك. بس أنا دائما بقول الأخطاء التحكيمية موجودة، بس في أخطاء عن أخطاء يعني لا تغتفر. خطأ طيب. زي خطأ امبارح خطأ لا يغتفر. أستاذ عودة، أخطاء عن أخطاء لا تغتفر، أخطاء تغتفر، أخطاء لا تغتفر، والأخطاء في التحكيم واردة عربيا ودوليا. نعم، الأخطاء جزء من اللعبة، لكن الخطأ التحكيمي اللي صار بمباراة الفيصلي هو ليس جزء من اللعبة، هو لعبة بحد ذاتها. يعني كانت حالة واضحة جدا، في إجماع من الشارع الرياضي والعام أن الفيصلي تعرض ليس لمسرحية أو مهزلة، كارثة كروية. الهدف كان واضح أنه تسلل. حتى كل المحللين قبل المباراة أصلا جمهور النادي الفيصل والأردنيين كاملين كانوا متخوفين من هذا الحكم. رجعوا للأرشيف تبعه، تبين بأنه يملك تاريخ ليس أسود، تاريخ راح نستعرض هذا التاريخ، راح نستعرض التقرير تفصيلي. ولكن الكارثة الكبرى أنه هذا الخطأ تحديدا، كل الأخطاء اللي كانت في الدور الأول كانت الأمور كانت ماشية، لكن خطأ هذا القاتل حرم الفيصلي من جائزة البطل، وحرم الأداء الفعال اللي كان. النادي الفيصلي قدم بطولة كبيرة جدا، أسموه ظلم الفيصلي في مباراة ظلم الفيصلي في البطولة العربية. ظلم جدا في المشهد، نتابع ظلم في المشهد النهائي. كل إجماع الشارع أنه كان هو البطل غير المتوج. زميلي العزيز بدي أحكي لك نقطة، لو انتهت المباراة بالنتيجة 2-0 اللي كانت لحد الدقائق الأخيرة كان الفيصل حزم حقائب وعاد لعمان انه خلص هو وصيف البطوله. لكن في المشهد الاخير كان الفيصل مميز جدا، كان واضح جدا انفعال الحكم، قتل المباراه وقتل البطوله نهائيا. هاي البطوله رجعت بعد غياب سنوات طويله، بسموها التجمع العربي. انا بعتقد المباراه النهائيه عملت تفرقه كبيره جدا، عملت مشاحنات، عملت تعرف زي ما حدث صار احداث كثيره. الفيصلي ظلم في هاي البطوله لدرجه كبرى واضح جدا. وبالمناسبه ظلم الفيصلي زاد محبه الناس له وكسب تعاطف الشارع الرياضي، بغض النظر عن بعض الاحداث التي حدثت وهي بعض من الجمهور خرج عن النص. فقط الجمهور خرج عن النص؟ هلا انا بعتقد الجمهور خرجوا عن النص من حبهم للنادي. لماذا؟ لانه كان الفيصل قريب من جائزه كبرى، كان الفيصل من تحقيق لقب عربي. احنا ما بدنا نوقف عند هذا الموضوع اللي حدث وعند على الحاله التحكيميه، خلينا نوقف عند شيء اهم، انه الفيصلي الاردني اعاد هيبه الكره الاردنيه. نحكي بصراحه وشفافيه واضحه، قبل شهر كانت الكره الاردنيه سعرها في الحضيض زي ما يحكوا النقاد. لماذا؟ احنا قبل شهر المنتخب الوطني تصنيفه كان 108، منتخب فلسطين اللي هي الدولة المحتلة ربنا إن شاء الله يحميهم ويرجعهم لوضعهم الطبيعي، قفز عن تصنيف منتخبنا 14 درجة، احنا 108 فلسطين 94. منتخب فلسطين أيضا الرديف تصدر المجموعة اللي كنا تصفيات الآسيوية. الشهر الأخير هو شهر تموز، هو أكثر شهر مزعج للشعب الأردني، حدث به 4 أحداث أدت لاستياء الشارع الأردني كامل. فالفيصل أخرج الشارع الكامل، وجه الأنظار لمين؟ للبطولة العربية.
ما قدمه الفيصلي هو رسالة كبرى، انه هو الفيصلي اهم من كل وزارات الخارجية بالبرة، اهم من كل السفارات. امبارح وحد الشعب الاردني بكافة اطيافه، ما في ناس امبارح ما تابع المباراة، ما في ناس امبارح ما اعلن ان الحكم قتل المباراة. طيب. نادي الفيصلي واضحة. اسمح لي استاذ عدنان، نعم استاذ عدنان، معلش، عشان بس انتم تحدثتوا عن هذا الحكم وتاريخه، ولهذا الحكم تاريخ اسود، فالحقيقة بدنا نتابع تقرير حول التاريخ الاسود للحكم. بيسموه بمصر عضو اداره بنادي الاهلي. هذا اسمح لي يا سيدي، اسمح لي هذا تسميات استاذ عودة. طيب هلا راح اسمع تعقيبك على التاريخ الاسود لحكم لقاء الفيصلي بالترجي، نتابع سويا. لم تكن الأخطاء التحكيمية الكارثية التي تسبب بها الحكم المصري إبراهيم نور الدين في لقاء الفيصلي والترجي التونسي يوم أمس، والتي منحت الترجي لقب البطولة، وليدة الصدفة كونه يملك تاريخا أسودا فيه الكثير من الأخطاء التي لا تغتفر. وسبق لنور الدين أن فجر أزمة في لقاء الأهلي ومصر المقاصة بمسابقة الدوري المصري في الموسم الماضي، بعدما احتسب ضربة جزاء مثيرة للجدل للأهلي بداعي لمسة يد ضد حسين الشحات. وعاد نور الدين وكرر أزمته في لقاء المصري وسموحة بالدوري باحتساب ضربة جزاء مشكوك في صحتها لصالح المصري في الدقائق الأخيرة. وحدثت أزمة من قبل في لقاء الزمالك ومصر المقاصة قبل موسمين، وأدى لاعتراضات بالجملة من جانب لاعبي الفريق الأبيض بعد تجاهل احتساب ضربة جزاء للزمالك. وفجر نور الدين أزمة قوية في بطولة الأمم الأفريقية تحت سن 20 عاما في زامبيا بعد احتساب ضربة جزاء مشكوك في صحتها لصالح منتخب السودان، وتعرض نور الدين لمحاولات اعتداء من جانب لاعبي منتخب السنغال. نادي الترجي التونسي اقوى هجوم. كابتن عدنان، هذا تاريخ الحكم، والتاريخ اسود بالمطلق، ومن ثم يتم اختيار هذا الحكم ذاته بعيدا عن التسميه اطلقها الاستاذ عوده على الحكم، يتم اختياره لتحكيم مباراه نهائيه بهذا الحجم لبطوله يرغب العرب على اقل تقدير انجاحها. بصدفه التحكيم العربي كله هيك، ولا هذه الحاله فرديه وناخذ حسن النوايا ونمشي ونقول لا هي مش صدفه اكيد مش صدفه انه الحكم يكون موجود. بصراحه المباراه اكبر من الحكم. الحكم مش قد هاي المباراه، اذا رجعنا للتاريخ تاعه معظم اي مباراه عم بحكمها لازم يكون فيها اخطاء ويصير فيها حكي كثير. انت كفيصلي فايز على الاهلي بمباراتين، الكل بيعرف شعبيه النادي الاهلي بمصر. حكام مش حكام معظمهم بيشجعوا النادي الاهلي، يعني بتكون تخليص حق بالمباريات اللي زي هيك، انه الفيصلي فاز مباراتين انا مش معقول اخلي الفيصلي ياخذ بطوله، عرفت؟ يعني اكيد انه مش بالصدفه اجى الحكم، في حكام مستواهم اعلى منه بالبطوله، زي ما حكيت لك المباراه اكبر منه كان لازم يكون حكم كبير بهاي المباراه. يعني احنا شاهدنا مثلا، انت المشكله لما بدك تيجي تقارن بين الحكام، قارن حكامنا، يعني ادهم مخادمه من اميز الحكام اللي كانوا بالبطوله، انه معناته في شيء غلط على مستوى مصر. هو مش اميز حكام مصر، يعني مش من الحكام المميزين لمصر، كان ممكن اي حكم ثاني يمثل مصر بهاي. انه المباراه النهائيه على ارض مصر مش ضروري يكون اللي بيمثل اللي يكون دور للاخوان بمصر بهاي المباراه، اذا مش من الفريقين يكون في حكم، يعني لانه في احق انت عم بتشارك بطوله في لجنه تحكيم بتقرر مين الحكم الاميز اللي بيستحق يكون موجود بالمباراه النهائيه. انا بعتقد انه كانت ما بدي اقول اللجنه المنظمه قاصده تخسر الفيصل البطوله، بس الحكم انا متاكد انه كان قاصد بهاي المباراه يخسرنا البطوله. قاصد الحكم 100% قاصد، لانه هو الحكم له تصريح على احدى القنوات الفضائيه المصريه اذا لم اكن مخطئا، الحقيقه قال انه انا والله ما اعطيت بطاقات حمر عشان انجح البطوله. ما في هلا بالقانون لا اجتهاد في النص، يؤخذ اللاعب بطاقة حمراء ويؤخذ اللاعب بطاقة صفراء في الحالات التالية. لو بطرد الفريقين وبخلص المباراة ما عندي مشكلة، يطبق القانون بحذافيره، ما في شيء بالقانون اسمه روح القانون. هلا روح القانون والعاطفية والشعبية وهاي الزائفة هاي بتكون بمكان ثاني في ساحة للخطابات، اما هذا الميدان 11 لاعب 11 لاعب. هذا الحكم بس بدي اعطيك اسمه بمصر بيسموه الحكم المناوب، يعني الحكم المناوب اللي هو الجاهز دائما على التليفون، تعال قد هاي المباراة. بيسموه ايضا عضو مجلس إدارة النادي الأهلي اللي بدون انتخابات. هلا الاهلي عندهم كل مجلس اداره انتخابات، بس يسموه هذا الشخص الوحيد
اللي مش انتخابات، اللي هو العضو الوهمي اللي هو الموظف الرسمي في النادي الاهلي. كل اصلا انصار نادي الزمالك كانوا متعاطفين مع الفيصلي وكانوا بيحكوا عن هذا الحكم. اذا بتلاحظ قبل المباراه بيوم اذا استطلعت الشارع الرياضي كلهم طلبوا من اداره الفيصل تقديم احتجاج للجنه المنظمه. بيسموهم المصريين هذا الحكم بيسموه انه لا محضر ولا منظر، فبيسموه الحكم المناوب، حكم الطوارئ، اللي هو الحكم الموظف المطلوب منه يؤدي الدور في هاي الجزئيه. احنا ايضا ما بدنا ننتقص من حق الترجي لعبوا مباراه كثير حلوه، بس الفيصل كانوا اميز، كان تكتيكهم اعلى في الاشواط الاضافيه. وقع فريق الترجي كان منتظر نهايه المباراه باي طريقه، حتى الهدف اجاهم من حاله سهله جدا ابكت الشارع الرياضي. زميلي العزيز بدي احكي له نقطه اخرى، الفيصلي ايضا في ناس كثير قصروا معاه غير الاتحاد العربي. الفيصلي قبل البطوله بدي اعطيك يعني خبر حصري لبرنامجك العزيز، الفيصلي قبل البطوله كان بده يوقع الثلاث لاعبين هم المحترفين ينهي امورهم الماليه اللي هم لوكاس واكرم زوي ودومينيك، ما كانش معه مصاري عشان يخلص امورهم، هم ابرز نجوم البطوله. راجعوا اتحاد كره القدم، هو الاتحاد، نحن قبل نعتب على الاتحاد العربي ايضا نعتب على اتحادنا، لنعتب على انفسنا ثم نعتب على الغطاء الخارجي. اتحادنا قصر مع الفيصلي، كان رافض يصرفهم من جوائز بطولة الدوري وبطولة الكاس. أوفد الفيصل أحد أعضاء مجلس الإدارة لتسلم البطولة، لماذا؟ للمشاركة الخارجية. الفيصل زميل العزيز أحرز البطولة بطل غير متوج، لكنه قبل ما بيسافر بدي أعطيك خبر آخر، كانت مشاركته بالبطولة مهددة لو لم يحسمها معالي الشيخ سلطان عدوان باللحظات الأخيرة، وأكد أنه مشاركة الفيصل في التجمع العربي الأفريقي الآسيوي مشاركة مهمة جدا. أيضا وقع الفيصل بمشاكل هناك كثير، كان كل ما بيفوز مباراة كان يرتفع عليه الضغط، يرتفع حجم المسؤولية. وبالتالي أيضا عن موضوع الحكم المصري، احنا علاقات الأردنيين والمصريين علاقات طيبة جدا، ما بتفسد مباراة كرة قدم. بدي أضرب لك آخر مثال وآخر جزئية، قبل البطولة ما تبلش كان رئيس وفد نادي الفيصل الدكتور عصام أبو طويلة طلع منه تصريح عفوي، طبعا هو مش تصريح قوي بس تصريح عفوي عن حسن نية. شوف قديش الثوابت بالفيصلي، اجى من عمان قرار انه تنحية رئيس الوفد وابعاده عن منصب نائب رئيس النادي، وبالتالي النادي الفيصلي حريص على الضوابط، حريص على انجاح البطولة، حريص على كل شيء. طيب. لكن اللجنة المنظمة والاتحاد العربي خرجوا عن النص. طيب. واثبتوا عدم قدرتهم خلينا على نتابع البطولة. واضح استاذ عود، خلينا نتابع اراء